اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ روزي ستايل. النهارده بقى هنعمل احلى فطير مشلتت فلاحي اصلي، وكمان بمقادير بسيطه. بكيلو دقيق بس هعمل 3 فطيرات زي ما احنا شايفين كده، وفطير كبير مش صغير، بجد تحفه. ومقاديره بسيطه وكمان خفيف مش تقيل. وهنا هتاكليه بقى جنب جبنه قديمه او عسل ابيض او عسل اسود زي ما انت حابه. المقادير معايا كيلو دقيق، عليه معلقه كبيره سكر، وكمان معلقة صغيرة ملح، وبقلبهم كده في الدقيق مع بعض. بعد كده هنزل بمية فترة، ما تكونش سخنة، لا فترة او دافية بسيط خالص، عشان طبعا الجو ساقع. لو في الصيف بتبقى مية من الحنفية عادي. وبنزل بالمية شوية بشوية، ما بنزلش بالمية مرة واحدة عشان ما تطلعش معايا العجينة طرية، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزه قوام العجينه يكون لا ناشف ولا طري، يكون قوام متوسط، مش عايزاها عجينه طريه ملزقه ولا عجينه ناشفه. وبعجن فيها مش اقل من ربع ساعه، انا عايزه تتعجن كتير. بعد كده بقطعها 3 كرات على قد مقاس الصواني اللي عندي. مقاس الصواني مش قد بعضها، فبقطعها على قد مقاس الصواني، وبسيبها ترتاح. بغطيها واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه. ربع ساعة بقى بحضر بقى بقية المقادير بتاعتي. معايا هنا سمنة او زبدة، مش بمقدار معين، هي حوالي كوباية وما خدتهاش كلها. هبدأ ان انا ادهن المفرش او الرخامة اللي هفرد عليها. تاني بقى سمنة او زبدة، بس لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. وبدهنها كده، وبجيب العجينة بتاعتي بفردها على شكل مستطيل، وهقول لكم ليه دلوقتي. ببدأ ان انا افردها كويس جدا، بس مش لازم تبقى رقيقة، على قد مقاس المفرش بالظبط كده، او اقل زي ما انت تقدري تفرديها. العجينة لما بتريح بتقدري تفرديها كويس، هي ما فيهاش خميرة، بس لازم طبعا بتسيبيها تريح عشان تقدري تتفرد معاكي. وببدأ ان انا افردها زي ما قلت لكم، مش لازم تبقى رقيقة خالص، لا عادي، بتفرد على قد ما تقدري. وبعد ما فردتها كويس بجيب بقى السمنة بتاعتي، بفردها على العجينة كلها. مقدار السمنة زي ما انت حابة، لو حباها سمنتها كتيرة والفطير دسم قوي بتحطي زيادة، لو حباها متوسطة بتعملي زي ما انا عاملة كده، اللي انت حابة اعملي. وبتقطعي التقطيعة اللي انا قطعتها دي، بتحطيها بقى فوق بعضها، كل طبقة فوق التانية. وتقدري تحطي كمان بين الطبقات اللي انت هتتنيها سمنة كمان، دي بتديها توريقة اكتر. وبحطهم فوق بعض بالشكل ده، وبلف العجينة بتاعتي، واسيبها بقى حوالي 10 دقايق كمان او ربع ساعة ترتاح، قبل ما افردها في الصينية عشان تتفرد معايا كويس. وبعمل غيرها لحد ما اخلص باقي الفطير. بجيب بقى صينية مدهونة سمنة، وبفرد العجينة بتاعتي. شايفين بتتفرد معايا كويس ازاي؟ عشان تثبت ترتاح شوية. بفردها على قد الصينية، وبجيب بقى سمنة، يا ريت بقى تبقى سمنة بلدي، وإذا عندك قشطة ممكن تحطي على وشها شوية قشطة تدهنيها بيها، وتدخليها الفرن بقى على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط. زي ما احنا شايفين ال3 فطيرات اهم، هدخلهم بقى الفرن. لازم الفرن تكون درجة حرارته عالية. شايفين نفخت ازاي في الفرن؟ ما تحطيهاش على درجة حرارة قليلة، عشان ممكن تهبط معاكي وتبقى ناشفة جدا. واول بقى ما تخرج تاخد لون من تحت، تديها لون على الشواية لو ما خدتش لون من فوق. وبعد كده بتطلعين بتحطيهم بقى فوق بعض عشان ما يبقوش ناشفين، وتغطيهم لحد ما يطرى معاكي شوية. وتبدأي بقى تقطعي منها وتاكلي. بجد فطير تحفة وخفيف وجميل جدا، مش دسم قوي ولا حاجة. وتقدري طبعا زي ما انت حابة، لو حابة دسم بتزودي السمنة او الزبدة اللي انت عايزاه. بجد تحفة، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. تعالوا نقطعه كده، شايفين طري وجميل ازاي؟ وفي ثواني عملناه وفردناه، ما خدش مننا وقت خالص. وكمان بيدي طبقات من جوه، شايفين التوريقة؟ تحفة.